الحلقة الثالثة من كورس المثل بيقول ايه؟ هناخد 7 أمثال من أشهر الأمثال الأمريكية على الإطلاق. أمثال ينفع تتفشخر فيهم قدام كل الناس. بساعدك أنا على الفساد. أعوذ بالله من نفسي، أعوذ بالله. أنا سيف الله وإنت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. النهاردة الحلقة الثالثة من كورس المثل بيقول ايه؟ شوف الحلقة الأولى لو أنت أول مرة تتابعني، وامشي بالترتيب أفضل وأحسن لك. الحلقة الأولى ليه؟ عشان تفهم القواعد بتاعة الكورس دوت وإزاي بنحفظ الأمثال دي عن ظهر قلب. يلا بينا، let's go. بلاش نتأخر. أول مثل معانا النهاردة بنستخدمه في حتة إنك أنت ما تشوفش الحاجة وبمجرد ما أنت تشوفها كده تروح جاي مديها حكم على طول، اللي هو تأنى شوية لما تلاقي مثلا حد مظهره كويس، عشان ممكن يكون من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. المثل ده اسمه don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. طبعا ترجمتها حرفية ومفهومة. تحكمش على الكتاب من غلافه، مش عشان هو الغلاف بتاعه واو يبقى المحتوى اللي جوه هو كمان واو. المثل الثاني من الأمثلة المحببة لقلبي. عارفين انتوا الرئيس اللي عليها مركبين بتغرق؟ المثل ده بنقوله لما نلاقي مثلا مجموعة وفيها أكتر من صوت، أكتر من قائد، أو لما نلاقي إن في ناس بيتفاهموا على حاجة ودايما عمالين يختلفوا، مع إنهم المفروض عارفين كويس جدا إن بعد المشورة لازم واحد هو اللي ياخد القرار، وإلا هيفضلوا دايما في خلاف. المثل بيقول إيه بقى؟ Too many cooks spoil the soup. Too many cooks spoil the soup. Too many cooks spoil the soup. الترجمة الحرفية بتاعتها اللي هو الكثير من الطهاة أكيد هيفسدوا المرقة أو الحساء، الشوربة يعني. عرفت هتقوله امتى؟ اوعى تودينا في داهية. أقول لك أبو سيف ما بعرفش يشرح. المثل ده جميل. المثل دوت مش بس هو مجرد مثل، لا ده كمان تعتبره حكمة كده، يعني هو مثل وحكمة في نفس الوقت. 2 في 1 ميكس. هنضرب عصفورين بحجر مع بعض في المثل دوت. المثل ده الترجمة الحرفية بتاعته الصدق هو أفضل سياسة. اللي بيقابله عندنا في اللغة العربية الصدق منجي. عارف اللي هو ايه؟ يقول لك دايما خليك صادق لو عاوز دايما تنجو. خلاص. المثل بقى بيقول ايه؟ honesty. طبعا هنا الاتش silent مش بتنطق. خلاص. honesty is the best policy. honesty is the best policy. honesty is the best policy. خدت بالك هتلاقي هنا ايه بعد honesty as وبعدها ذا. الضمهم في بعض عشان تلاقيها حلوه على لسانك، يعني ما تلاقيهاش صعبه. يعني انت لو حبيت تقول الاثنين مع بعض هتلاقي الموضوع فيه تلعثم شديد جدا. honesty is the صعبه، فانت ايه هنشيل الاس خالص ونحط الاي مع ذا وننطقها كده اذا. خلاص. خش على المثل اللي بعده. يعني ده هقول لك على طول، هو انت هتفهم. love is blind. love is blind. very true. love is blind. الحب أعمى. ترجمة حرفية. عارف انت هتستخدمها امتى؟ لما تلاقي واحد مدلوع على شوشته يا عيني وماشي زي المسحوب، او واحدة طبعا عشان محدش يقول لك انت متحامل. انا عارف الناس دي. المثل اللي بعده مثل احنا بنستخدمه في اللغة العربية احيانا، ما يعرفوش طبعا الا الناس اللي هم بيحبوا الشعر. خلاص. اللي هو بيقول لك ايه؟ السيف اصدق انباء من الكتب. عارفين انت اللي هو الناس اللي بتمدح السيف وبيقول لك ان السيف بيجيب من الاخر.
لما تستخدم السيف أحسن ما تستخدم 1000 كلمة و1000 مقال و1000 سطر والكلام ده كله. المثل بتاعنا هنا برضو بيدي نفس المعنى. مثل بيقول actions speak louder of words. actions speak louder of words. يعني عايز اقول لك ان الحركات الافعال صوتها اعلى بكتير من الكلمات. ده لما تلاقي واحد جعجاع، عارف انت الشخص الجعجاع اللي صوته عالي على طول، اللي هو من الاخر كده اقوال بلا افعال، قول له المثل ده على طول، اديهوله في صدره ما تخافش. اللي بعده جميل ده. عارف انت المثل اللي عندنا في العربيه اللي هو بيقول لك اتقع الرز بس اوعى يشيط، اتقع الرز لحد ما يستوي بعد كده كله، لانك لو كلته وهو لسه ما استواش اللي هيحصل لك معدتك هتوجعك. المثل ده بقى بيقابله في الانجليش خصوصا الانجليزيه. don't count your chickens before hatch. اللي هو ايه؟ ما تحسبش الدجاج بتاعك قبل ما يبيض، انت كده ممكن تستعجل، انت ممكن تحسب غلط، انت ممكن اصلا تظلم نفسك لان بعد ما يبيض هيبقى عندك دجاج اكتر. خلاص، يبقى don't count your chickens before hatch. don't count your chickens before hatch. اخر مثل معانا النهارده مثل مهم. عارف انت بيقابله في العربية بالمعنى الحرفي، الحاجة ام الاختراع. المثل ده بنقوله امتى؟ عارف انت في عندنا برضو في العامية المصرية بيقول لك ايه؟ يقول لك الجيش قال لك اتصرف. لما واحد مثلا ايه معهوش معلقة، ففجأة تلاقيه راح جايب حتة ورقة كده وراح جاي مضعبظها في بعضها كده، مطبعها كتير 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 لحد ما بقت ناشفة وبدأ ياكل بيها. اي نعم، حل مش عملي، ايه ده اللي انا بقوله ده؟ المهم ان الجيش قال لك ايه؟ الجيش قال لك اتصرف. بيقابله بقى في الانجليش necessity. انطقها معايا، هي دي معناها الضروره. خلاص، انطقها معايا الاول بدون فزلكه. necessity. دخلنا على سيتي مدينه، يا نهار اسوخ، لازم تنطق باللغه الامريكيه. necessity. necessity the mother of invention. necessity the mother of invention. حاجة الاختراع. أتمنى السبع أمثال يكونوا نالوا إعجاب حضرتك وتكون هتحفظهم. أكيد لسه ما حفظتهمش، إحنا مش بناخد كلمات دلوقتي، دي أمثلة وجمل فيها كلمات صعبة عمرنا ما خدناها قبل كده، فمحتاجة منك تقعد كده تركز لمدة نص ساعة ولا ساعة، وردد بقى كل مثل زي ما قلنا 10 20 30 ألف أنت وقتك ما يسمح. بكرة إن شاء الله هنتظركم في حلقة جديدة من كورس جديد، الحلقة الثالثة من الكورس اللي بعد كده، تقريبا كورس الاستماع، مش فاكر بالظبط. نشوفك بكرة إن شاء الله على خير، والسلام عليكم.